السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على ماتش الزمالك والمقاولين. ماتش الزمالك والمقاولين النهارده ماتش عقيم، عقيم تكتيكيا، عقيم تهديفيا، عقيم افكار المدرب. لا لا لا، يعني بصراحه يعني ماتش سيراميكا كان زي ما يقولوا ايه، خدعه. النتيجه خدعت الاداء. يعني انا ما اتفرجتش على ماتش سيراميكا، بس لو هو ده اللي كان في ماتش سيراميكا، لا يبقى دي النتيجه بتاعت ماتش سيراميكا كانت نتيجه خدعه، نتيجه ما نعتمدش عليها زي ما النهارده الجماهير كانت معتمده عليها. النهارده فعلا قبل ما نتكلم في حاجه لازم نحيي الجمهور ده. جمهور الزمالك النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه، ال 90 دقيقه او ال 100 دقيقه اللي اتلعبوا في الجو ده في الحر ده، اللعيبه يعني احنا قاعدين في البيوت اهو، قدامنا مروحه ولا قدامنا تكييف وعمالين نجيب في ميه. امال الناس دي اللي 90 دقيقه ما بطلتش حركه ولا تشجيع من اول دقيقه لغايه الدقيقه 90. فعلا دول هم الحسنه الوحيده اللي في الماتش، غير يعني الحسنه الوحيده اللي في الماتش وبعدهم الفينا اللي ممكن يعني نقول ها احنا شامين ريحه، بس يعني احنا شامين ريحه اللعيب، غير كده لا. فالنهارده هنتكلم ان شاء الله على فكر المدرب يانيك فيريرا. وانا يعني بتكلم وبقول ان هو لغايه دلوقتي احنا كنا بنقول ان الماتشات الوديه ماتشات خادعه. يعني انا حتى والله العظيم مش عارف يعني مش لاقي حاجه اكتبها، والله مش لاقي حاجه اكتبها، ورقه قد كده 10 سم مش لاقي حاجه اكتبها فيها. احنا قلنا ان ممكن ماتشات وديه ممكن تكون لسه ما فيش انسجام بين اللعيبه، النتائج دي بتبقى ساعات الماتشات الوديه النتائج بتاعتها خادعه. مفيش الكلام ده. هو اللي كان بيحصل في الماتشات الوديه هو اللي بيحصل، هو اللي حصل في ماتش سيراميكا، او الله اعلم انا ما اتفرجتش عليه. هو اللي حصل النهارده في ماتش المقاولين اللي اتفرجت عليه من اول يعني 90 دقيقه ضاعوا من عمري ما لهمش لازمه. النهارده الزمالك بدا، احنا بنحضر كره من تحت مع لعيبه ما تعرفش تحضر كره من تحت. يعني هو المدرب عايز يعمل حاجه اللعيبه دي مش هتساعده عليها، يعني هو بيحضر كره من تحت وده مش هيحصل. اللعيبه دي عماله تحضر الكوره بعرض الملعب. اقسم بالله انا في كوره قعدت دقيقه ولا دقيقتين في رجل لعيبه الزمالك وده استحواذ وعدد باصات، بس كلها في نص الملعب بتاعنا تروح من عمر جابر لغايه بنتايج، تعدي على شحاته، تعدي على دونجا، تعدي على الونش، تعدي على حسام عبد المجيد، تروح لبنتايج، ترجع على ادم كايد، على عبد الله السعيد، على محمد شحاته، على دونجا، على الونش، على حسام عبد المجيد، على عمر جابر. الكره كده فضلت رايحه جايه اكتر من دقيقتين. تمام. اول 10 دقائق او اول ربع ساعه المقاولين كان بيضغط عليك من قدام. المفروض انا لما الفرقه اللي قدامي هي مش فرقه قويه طبعا مع الاحترام ليهم، لعبوا ماتش كويس على قد امكانياتهم، لازم نقول اللي هي واللي علينا. بس قبل ما تتكلم في حاجه، انت دلوقتي كفرقه لما فرقه زي دي كامكانيات لعيبه المفروض ان هي اقل منك، بس ده ما ظهرش في الملعب. كان كواليتي اللعيبه كلهم واحد، يعني انا شفته كواليتي اللعيبه كلهم واحد الا 2 لعيبه اللي هو بنتايج وكان ليه اخطاء النهارده، ومحمد شحاته، ولما نزل الفينا عودي الدباغ لسه شويه بيضغط عليك من قدام اول ربع ساعه. المفروض انا ما اديش فرصه لده، المفروض انا اضغطه هو في نص ملعبه عشان اسمي الزمالك، انا هضغط الفرقه دي في شراسه، المفروض يبقى في شراسه، مفيش شراسه. اللعيبه بتلعب هو متاكد ان هو هيجيب جون في اي وقت، انا هجيب جون في اي وقت فخلاص انا مطمن. لا طبعا ما ينفعش، انا لازم انزل. يعني احنا مش عايزين نقارن بفرق تانية، بس في فرق تانية لما تعادلت ماتش نزلت تاني ماتش من اول 5 دقايق واول 10 دقايق جون، الثاني الثالث الرابع حصل. لكن انت بتتكلم انت ما فيش خالص شراسه هجوميه، ما فيش الا كره واحده في الشوط الاول 45 دقيقه، ما فيش الا كره واحده وكره فرديه لما الكره وصلت لعبد الله السعيد وعدي الدباغ قطع له بين الاثنين مدافعين في ظهرهم، الكره اتلعبت له راحت له، اتحسبت اوف سايد بس هي كوره. عدي الدباغ شاطها في الجون اللي هو شاطها في جسم الجون يعني،
بس كوره اتلعبت عملت هجمه، تمام. انت طول الشوط الاول انا ما اعرفش ليه انت مقتنع، او انت ليه بتلاعب اتنين مدافعين، يعني اتنين نص ملعب مركزهم 6 قدام المقاولين. ليه ما لعبش شحاته؟ دونجا، يعني انا دونجا ما يلعبش بجد، دونجا ما يلعبش. دونجا انا هوريكم كوره قدام وحياه ربنا، فانا قعدت يعني اخبط كف على كف اللي هو يا ابني انت بتفهم كوره ولا انت اتعلمت اساسيات الكوره؟ انت لو اتفرجت على كوره زي ما احنا بنتفرج على كوره، يعني اتفرجت بس ما لعبتهاش، مش هقول احنا لعبنا، لو اتفرجت على كوره بس ما لعبتهاش، الف ب انت في كوره لازم تعملها. انا هوريها لكم دلوقتي لقطات. انا بتكلم دلوقتي انتوا الشوط الاول كله مفيش كوره، وحتى مش عارف تطلع بالكوره صح، مش عارف تطلع بالكوره صح، يا اما الونش بيعلق على ناحيه بنتايج كور عكسيه، يا اما حسام عبد المجيد بيعلق في قلب الملعب والكره بتطلع من رجله غلط. يعني حسام عبد المجيد اديله كره، يعني خليه يلعب كره على الارض. لمين بقى؟ لمحمد شحاته نازل يستلم منه، لعبد الله تلعبه 8 ينزل يستلم منه. انما النهارده انت ملاعب لي اثنين مركزهم نص ملعب، اللي هو ناصر ماهر مركزه 10، ادم كايد مركزه 8، ملاعبهم لي وينجات. انا عارف ان الكلام ده مش هيوصل يعني ولا هيوصل لك، بس انت دلوقتي بتلاعب اثنين وينجات اماكنهم اساسا 8 و10، مش هيديك في الوينج، ومقعد معالي. طبعا ما ينفعش تتكلم عليه النهارده وهو نزل اخر 10 دقائق، ما تطلبش منه حاجه، مع ان يعني عمل حاجه اللي هي ايه؟ هقول لك. في كوره عملها هو وبنتايج على الخط تثبت لك ان لما بلاعب واحد مركزه وينج، حتى لو هو صغير في السن، حتى لو هو ما بيلعبش زي الفينا، هو حافظ الخط، حافظ مكانه. زي ناصر ماهر في مركز 10 محدش يعرف يعني محدش هيعرف يعمل اللي بيعمله. ناصر ماهر محدش يعرف يعمل اللي بيعمله، وانا قد كلامي في مصر كلها في مركز 10 زي ناصر ماهر. دي حاجه. ادم كايد لعيب كويس، فرده تقيله فعلا بس عايزه وقت. يعني ادم كايد فرده تقيله، كره ما تقطعش منه بسهوله، بس عايز وقت، واحده واحده ياخد على الاجواء. هو كان جاي من اوروبا هيلعب في الدوري المصري، فواحده واحده. عوديه دباغ برضو، مع ان انا شايف ان انا عوديه دباغ، الفينا، شيكو بنزا، الثلاثه دول ما ينفعش يطلعوا من الملعب، والمفروض عبد الله 8، ناصر ماهر 10، محمد شحاته 6. تمام. هيبقى عندي دكه تقيله زي ادم كايد، هيبقى عندي زي معالي، هيبقى عندي زي عمرو ناصر، هيبقى عندي زي ناصر منسي، هيبقى عندي زي احمد شريف اللي هو اساسا ما اعرفش هو ليه ما بينضمش للسكور. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، في كوره في الدقيقه 50 انا هوريها لك دلوقتي، يعني هتنزل معايا دلوقتي لقطات. يعني الكوره الوحيده اللي دونجا عملها اللي قدام لناصر ماهر، يعني وهوريك في ظهرها كرة تانية بعدها ب4 دقايق تثبت لك ان اللعيب ده وحياة ربنا مفيش تركيز في الماتش. اللعيب ده مفيش تركيز في الماتش. انت دلوقتي بتتكلم في الدقيقة 50 ناصر ماهر قطع بطول الملعب على الخط في ظهر الباك الشمال بتاع المقاولين، دونجا وناصر ماهر بيتحرك لعب له الكورة راحت، ناصر ماهر استلمها دخلت 18 عرض، المدافع بتاع المقاولين طلعها. بس كوره يعني هي ايه؟ ما هو الماتش ده كله ما فيهوش الا 3 كور. الكوره بتاعت عوديه دباغ وعبد الله السعيد، والكوره اللي انا وريتها لك دلوقتي، والكوره اللي انا هوريها لك بقى العكس. يعني الكوره اللي انا هوريها لك دلوقتي العكس اللي هي ايه؟ الكوره دلوقتي مع دونجا استلم في نص الملعب من مين؟ من عبد الله. تمام؟ استلم من عبد الله، فضل واقف في نص الملعب يلف حواليه يبص يمين وشمال. كان عبد الله السعيد المفروض لو هتركز معايا قطع على يعني قطع خلاص رايح على الجون، يبقى انت تعمل ايه؟ هعلق هناك، هعلق في الحته دي، والحته دي كان فيها عوديه دباغ وعبد الله السعيد. خلاص انت في وقت عندك 2 جوه ال 18 ومعاك الوينج الشمال اللي هو كان ساعتها ادم كايد هيكمل لجوه. لكن مفيش، انت قمت عامل ايه؟ انت قمت لافف ولعبها بالعرض تاني مكان ما جات لك الكوره. تمام. سيف جعفر، هو انا ما اعرفش هي واسطه، يعني هي الكوره دي واسطه ولا ايه؟ انا ما اعرفش. يعني
انت نزلت مكشر، كل كرة اتقطع منك انت بتكشر لزمايلك، يعني في كرة في نص الملعب انت قعدت تلف حوالين نفسك. انا ما اعرفش ليه، يعني انت ليه بتلف حوالين نفسك؟ انت استلمت واحنا مستعجلين وعايزين نجيب جون عشان احنا مفيش نقطة هنضيعها او مفيش نقطة هنفرط فيها دلوقتي، محتاجين كل بونت نجمعه دلوقتي. لا، انت لا حياة لمن تنادي. انت في كرة وقفت فيها في نص الملعب انت تايه، والله تايه، انت مش عارف عايز تعمل ايه. انت فكرتني بحسين الشحات في ماتش انتر ميامي، هو مش عارف كان عايز ايه وانت مش عارف كنت عايز ايه، انا ما اعرفش. نيجي للي ممكن يدينا امل، ان كان عندي فار بدلته باسد، يعني ممكن يدينا امل ان فعلا احنا وحشنا الوينج العشوائي. وينج عشوائي ازاي؟ انت ما تعرفش هو هيرقص على الخط ولا هيرقصك لجوه ولا هيشوط ولا هيعرض ولا هيضم ولا هيدي الكره للباك اللي جاي من وراه. انت ما تعرفش هو هيعمل ايه، يعني انت مش عارف هو هيعمل ايه. ويا ريت يكون عند حسن ظننا او من اللي احنا شفناه الخمس دقائق بالروح اللي هو كان فيها، لعيب عايز ينزل يثبت نفسه، يعني عشان نقول بجد كان عندنا فار او كان عندنا جعان بدلناه باسد. تمام. لازم نتكلم على كذا لعيب برضو عشان ما نظلمش حد. النهارده ما كانش فيه اختبارات على صبحي ولا عمر جابر ولا بنتايج كانوا مؤثرين. اللي محتاجين فعلا واحد منهم يريح، وانا بشوف ان الونش هو اللي يريح. الونش او حسام. لا، انا شايف انت طالما كمدرب عايز تلعب بكره على الارض، عايز تعمل بيلد اب، لازم تلعب محمد اسماعيل. يعني انا شايفه من بعد محمد عبد المنعم ده احسن مدافع بيطلع بكره من تحت، يعني لاعب عاقل، لاعب راكز. هو كان بيلعب في زد، ما كانش بيهمه هو بيلعب قدام اهلي، زمالك، قدام مصري، قدام اسماعيلي، قدام بيراميدز، ما كانش بيهمه قدام جمهور، قدام ما فيش جمهور. هو نفس اللاعب، لاعب عاقل، اديله فرصه. انا شايف ان الثنائيه بتاعت الونش وحسام عبد المجيد دي ما بتفيدناش في حاجه غير ان هي ضغطانه، لان انت كمدرب عايز تلعب بالكوره، تطلع بالكوره من تحت، فالاثنين المدافعين دول مش هيعملوا لك كده. انا شايف ان دونجا يعني ربنا يشفيه، مش هنقول ان شاء الله الاصابه تطول او لما مش هنتمنى الشر لحد، بس دونجا لازم يقعد بقى وفي يناير يتوكل على الله. يعني دونجا خلاص بقى كفايه علينا كده، يعني المفروض جون ادوارد يبقى عارف وحاسس بينا ان كفايه عليه دونجا، او احنا كفايه عليك يا دونجا. يعني انا عارف ان انت استحملت مننا كتير، فاتوكل على الله، اطلع ليبيا، اطلع الامارات، اطلع قطر، مع اني ما اعرفش هما ممكن فعلا الامارات او قطر ياخدوك ولا لا، انت مكانك فعلا هتبقى ليبيا. ده حاجه. محمد شحاته مكانه 6 في وسط اللعيبه دي، محمد شحاته مكانه 6، عبد الله مكانه 8. النهارده اداؤه سيء في 10، يعني عبد الله اداؤه سيء بس في 10، ان هو مش هيديك 10. عبد الله السعيد في السن ده مش هيديك 10. تمام. ادم كايد مش مكانه، ما ينفعش تحكم عليه. ناصر ماهر مستحيل تحكم عليه لان برضه مش مكانه. علي الدباغ يعني واحده واحده هيجي منه ان شاء الله، يعني هو مهاجم مبشر، يعني مهاجم مبشر، مش كواليتي وسام ابو علي، بس هو مهاجم مبشر. يعني هو فعلا مش الكواليتي بتاع وسام، يعني عشان نكون صراحه، بس هو مهاجم ممكن انت تستنى منه حاجه، لان هو حاجه وناصر منسي حاجه. هو لعيب فراك ما بيوقفش، بيضغط بيخبط بيضرب، انما ناصر منسي لعيب بيقف على الكوره، بيعرف يقف على الكوره، اديله الكوره في ال 18 هيعرف يجيبها جول. هو ربنا مديله الموهبه دي. نزل معالي ما عملش حاجه لان ما لحقش، واللعيب الفرقه كلها كان وحش، فمش هنحكم على حد، وده لسه لعيب صغير فحرام نتكلم عليه دلوقتي. نزل 2000 اللي بيقول لك انا عندي حاجه وهعمل لك يا رب. غير 2000 سيف جعفر نزل، اللي هو كمل، يعني دونجا اتصاب خرج ونزل سيف جعفر كمل علينا، عشان يعني ايه احنا قلنا ايه ممكن ربنا ينفخ في صورتنا بعد ما دونجا خرج، هيلعب بقى 6 8 10 شحاته ناصر ماهر. انا ما اعرفش ليه انا خرجت ناصر ماهر ولعبت 2000 مع ان دونجا المفروض لما كان يخرج، يعني دونجا لما كان يخرج
المفروض كنت هنزل مكانه 1000 هنا عشان خاطر هلعب بناصر ماهر 10، عبد الله ينزل 8. يا عم كنت جربها 5 دقايق 10 دقايق. تمام. الولد البرازيلي نزل عارف مكانه الخط، هنزل ارقص واحد على واحد مش هيهمني، هرقص واحد هخش لجوه هرقص الثاني. شاط كوره يعني في اخر الماتش شاط كوره. يعني انا نفسي اعرف الحظ ما بيوقفش معانا ليه، يعني شبه الفرق الثانيه، شبه كل الدنيا، كل الفرق اللي في العالم الحظ بيقف معاهم في كور، ما بيوقفش معانا خالص. يعني كوره زي بتاعت 2000 دي ولا كوره زي بتاعت الونش اللي في اخر الماتش اللي الكوره بهيد وطلعت بره، سبحان الله يعني. بس هو الماتش مش من نصيبنا يعني، بس قدر الله ما شاء فعل. ماتش وخلص، لسه بدري، لازم نلحق نلم نفسنا. لازم المدرب يعرف ان هو ما فيهاش مشكله لما ارجع واركز واهدى واقول انا غلطت وممكن اعمل 1 2 3 او اغير في اللي انا عملته او انا اخطات في ده، ما فيهاش مشكله. بس ما ينفعش عبد الله يلعب 10 وما ينفعش ناصر ماهر وادم كايد يلعبوا وينجات. وبرضه شيكو بنزا لو استبعاده تأديبي انا معاك وفي ظهرك مليون في المية لو هو هيجيب لي كاس عالم للأندية. يعني لو هو اللي هيجيب لي كاس عالم للأندية انا مش عايزه، لو انت هتستبعده تأديبي، انما فني هتبقى فيه مشكلة. تمام. وانا اشك ان هو فني بصراحة، هو اكيد تأديبي. طبعا لازم اللعيب يعرف ان في نظام، ما عادش زي الاول، هو ما شافش اول، ما يعني مش من اول تبديله هتتخانق او هتقلب وشك. انا مع يعني احنا مع يعني انا مع الاداره او مش مع الاداره، انا مع المدرب ان هو يستبعده، لان لازم يكون في سيستم وفي نظام وفي منظومه. انت جوه فريق كبير ليه جماهير، لازم تحترم ده. لازم تعرف ان مهما تبذل جهدك اللي هو 101% ده انت ما بتجبيش علينا، لا انت ده مطلوب منك واكتر منه كمان، ومستنيين منك لاكتر اي لعيب في الفرقه يعني. بس وده كان كلامنا عن ماتش النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك سبسكرايب يعني، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وحاول يعني تشير الفيديو، تقف جنب اخوك وتساعد يعني ان محتوى دوت يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه. احنا بندردش مع بعض كلام في الكوره عادي، كلام الناس اللي شبهي واللي شبهك، مش كلام الناس اللي بتطلع لابسه بدله وكرافته وتقول الخريطه الحراريه والخريطه مش عارف المهلبيه. لا احنا بنتكلم كلام زي ما احنا مع بعض قاعدين في القهوه بنتكلم كان المفروض يعمل ايه ما يعملش ايه. ده اللي احنا هنا بنقوله في القناه، وعشان كده احنا مسمينها محنكين الكوره، لان فعلا الناس اللي بتقعد على القهاوي هي دي فعلا الناس المحنكه، هي دي فعلا الناس اللي بتفهم كوره، مش اللي قاعد في التكييف ولابس بدله وبيقول انا بقول ان هو كان المفروض يستلم وظهره ويقف ورجليه بره الخط. كل الكلام ده هكس، كل الكلام ده الناس بتقوله خلاص. بس يعني ربنا مع الزمالك، وان شاء الله السنه دي تبقى احسن من اللي فاتت، وان شاء الله الخير جاي للذين باذن الله. وطبعا لازم نحيي الاسطوره شيكابالا.